السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. كنتمنى اموركم كامله تكون بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا الفيديو ديال اليوم. كل نهار كنجي من الخدمه كنقول غنسالي ليه المونتاج، خصني نحطو، ولكن عذروني. صراحه باقي ما ولفتش. راه نتوما عاودت لكم اشنو كاين. لا نافيت كتجي من الخدمه عيانه، يلا كترتاحي شويه، يلا تنوضي توجدي العشاء، يلا يلا يلا. مهم انا كنحاول هاد اليامات ما امكن انني ندير لو ماكسيموم ديال الفيديوهات ونبدا نخدم عليهم المونتاج. غير نتوما الله يخليكم حفزوني، كنبغي شويه انا التحفيز باش نوض انا نوجد لكم فيديوهات ونتحدث معاكم. وهذا بحال الفيديو الاخراني عجبتوني في لي كومونتير، بزاف الناس سولوا لي كيسيون. داكشي علاش جيت اليوم باش ندير لكم الفيديو اللي غنجاوب على لي كيسيونير ديالكم. لا اللي حطيت في الانستغرام لا في فيسبوك، حطيت لا فوتو ديالي ديال العرس، اللي لا في هنايا في يوتيوب. اسئله غزالين غنحاول انني نجاوب على لو ماكسيموم. سورتو كاينين شي اسئله راه تعاودوا بزاف، وهذا والاسئله كاينين الاجوبه ديالهم في الفيديوهات اللي قبل. المهم انا غنحاول نجاوب كلشي. غنخلي لكم بعض الاسئله غيطلعوا لكم هنا تشوفوهم. اي اون ميم طون غنبدا نجاوب على سؤال بسؤال. يلا بلا ما نزيد نطول الفيديو ديالي، دوزو نيشان الاسئله ديالكم. اول سؤال اللي بغيت نجاوب عليه ديال واحد المتتبعه جديده، قالت لي غنحاول نخليه لكم هنايا. قالت لي انا متتبعه جديده، شحال عندك من عام؟ انا غندير لكم داكشي بالتفاصيل. شحال عندك من عام؟ اشنو كديري؟ فاش خدامه؟ فين تعرفتي على راجلك؟ كاع الاسئله غادي نجاوب عليهم. اول سؤال اول حاجه غنقول لك سميتي فدوى. راني ما كاتباش في سميتي هذيك. سميتي فدوى. العمر ديالي حاليا 29 عام، قريبه ل 30. خدامه في شركه في سيرفيس فينانس. بغيت نقربكم شويه، ما بغيتش نذكر الشركه بالضبط. المهم في سيرفيس فينانس واحد الشركه. شنو اخر؟ السؤال اللي قالت لي فين تعرفتي على راجلك؟ اش غنقول لكم؟ بغيت نعاود لكم قصه كيفاش تعرفت على راجلي، ولكن كاين شي قيس. راجلي غير مكاتب، وحدين من العائله. هو بحكم انه عنده واحد محل. هذاك العائله اللي كتجيني انايا ساكنين حدا هذاك المحل ديالو. انا ما تلاقيتش به تما نهائيا باش نقول لكم. دخل عندي الفيسبوك لقيتو امي اون كومون مع هذوك الناس، هذيك العائله اللي كتجيني. انا بطبعي ما نكذبش عليكم، فيسبوك شحال هادي، ماشي شحال هادي، راه سنين ما بقيتش كنقبل لي زانفيتاسيون لدرجه انهم تبلوكاو. عندي بزاف لي زانفيتاسيون في فيسبوك. هو من يطلع ليا من يطلع ليا السيت صيفط ليا الدوموند، كنشوف كنقول واقيلا كيجي لهادوك العائله ديالي اللي كيجيوني من العائله. دابا هما كيقربوا ليا من جهه ماما. ومني شفتو امي اون كومون معاهم، عندهم تقريبا كاملين، قلت وقيلا كيجيهم. داكشي علاش انا حشمت وقلت اجي ناكسبت السيد حشومه من العائله. من العائله غيصدق من العائله نيت. صافي هادشي اللي وقع. دوينا، تعرفنا، تلاقينا، سبحان الله داكشي مني كيكون شي حاجه مكتابه. الناس اللي عارفيني عن قرب كنت ضد فكره الزواج، وكيجيوني ناس ديما راده الناس الله يسمح ليا وهذا، ولكن كيبقى المكتب. واحد السيده، صافي سالينا من هادشي. غادي ندوزو سؤال اخر. ان واحد السيده قالت لي واش سوره البقره هي سببك تتيسر لك الزواج؟ شوفوا، باش نكون واقعيه معاكم، لا يعلم الغيب الا الله، والزواج غير اقدار ومكاتب. حنا اللي كنختاروا، حنا اللي كتكون بيدينا الاختيار، ولكن ربي كيكون مقدر ليك هذاك اللقاء وغادي تلاقاي بيه في هذاك لاطات الفلانيه وغادي تزوجي بيه. وخلاتها ماما كتقول لي شوفي راه بنتي، راه راجلك مني يلاه تزاديتي مكتوبه لك سميتو هنا. هنا مكتوبه. يعني ما نكذبش، انا ما غاديش نقول لك نفعتني بزاف 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 سوره البقره. شوفي هي اصلا راه حصن حصين، يعني تي اللي عندك الله يحفظ شي عكوسات،
كتشد فيك العين بالزربه بحالي. سميتو بغيتي شي حاجه تيسر ليك، وسبحان الله كتعطيك حتى الراحه النفسيه. يعني انا من هذا المنبر كنصحكم البنات داوموا عليها. سوره البقره، الاستغفار توا سولوني عليه، كذلك الاستغفار انا كنبقى نداوم عليه. راه قلت لكم في اي وقت يطيح لكم على بالكم كنكون كنشقى كنبقى نستغفر، واخا انا من النوع اللي كيبقى يطلق الموسيقى ولا في الطريق كنكون طالقه الراديو، ولكن انا والله بالي ماشي مع الراديو، كنبقى بالي مع الطريق ومع الاستغفار والصلاه الابراهيميه. كنبقى استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. مني كنحس براسي كثرت فيها كنعاود نبدل. نصلي على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. مهم ما تدوش عليا انني كنزرب في الهضره، كنحاول ان الفيديو ما يجيش طويل. سؤال اخر غنخلي لكم حتى هو، غنحاول الاسئله نحطهم هنايا اللي قراب المحتوى اللي غنجاوب عليه. السؤال اللي سولتوني بالنسبه للعرس، وحده سولتني الخطبه والعرس، قالت لي بشحال تقام عليك العرس، شكون يدير لك الطياب. المهم انا نحط لكم هنايا السؤال. بالنسبه للبنات الطياب انا ما خديتش تريتور، خديت طيابه. ومن هذا المنبر كنشكر خالتي بشرى بزاف 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 بزاف، لان جابت لي واحد الطيابه ما شاء الله عليها ما شاء الله عليها. اللي بغاها واحتاجها وبغى الكونتاكت ديالها يكتب لي في لي كومونتير، يتواصل معايا ولا يتواصل معايا في انستغرام ولا فيسبوك، غنخلي لكم هنا وهنا. يدوز عندي الخاص باش ندوي معاه ونعطيكم لي كونتاكت البنات. الله يسهل عليكم كاملين والله يفرحكم كاملين والله يكمل على بالخير على اي وحده ماده يديها الحنه ولا مخطوبه ولا قريبه دير العرس. الله يسهل عليكم كاملين البنات. الوغ كما قلت لكم انا جبت طيابه، ما خديتش تريتور لانني مني مشيت بحكم انني العرس درته في شهر 7. عندكم شهر 7 وشهر 8 رانتوما عارفين البنات اثمنه خياليه. حاولت ندير لو ماكسيموم لو بليتو بوسيبل انني غنفرح براسي داك النهار وما نخسرش. نحاول فهمتي هي راه غتخسروا شوفوا باش نكون واقعيه معاكم. العرس كاين الخسران، ما كايناش جبد 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 جبد، غير هو الواحد كيبغي يفرح براسو بقدر المستطاع. الوغ كما قلت لكم ما خديتش تريتور، مشيت كنسول في لي تريتور عطاوني شي اثمنه خياليه في هذا الشهر 7 و8 ما قدرتش عليهم بحكم انني المهم ظروف بلا ما ندخل في التفاصيل. هذا خديت طيابه كما قلت لكم خالتي اللي جابتها ليا. كنتمنى الناس اللي حضروا العرس يكتبوا لي على الماكله في لي كومونتير، يكتبوا لي على الماكله كي جاتهم. كلشي كيشكر في الماكله ديالها، كلشي كيشكر في الطياب ديالها. عرفتي غزال لدرجه ان الدجاج ولاو كيتهاتفوا عليه كيتهاتفوا على داك الدجاج. والحمد لله دازت الامور بخير وعلى خير. بالنسبه للعرس ككل بشحال تقام عليا انا، حيت كما قلت لكم كل حاجه درتها بوحدها تقريبا، انا نعطيكم غير مبلغ تقريبي طلع ليا ب 40,000 درهم، 4 المليون. ما بين القاعه لانني درته في قاعه، كنت في الاول غنديرو غير في الدار، ولكن بحكم تبارك الله العائله عندي كبيره وعريضه ما قدرتش نديرو في الدار. عندي العائله ما غاديش تكفيني في الدار، اضطريت انني ندير قاعه. وفي القاعه وخديت غير فهمتي الضروريين على رؤوس الاصابع. شحال من طبله درت 12 طبله 12 طبله، كل طبله كيكون فيها 10. نزيدكم حاجه اخرى اشنو. المهم فيها كلشي 4 مليون كما قلت لكم. فيها الماكله، فيها المصوره، فيها النقافه، فيها دي جي، فيها شنو اخر. انا دخلت لكم اون جينيرال الكوافوره. بالنسبه للكوافوره بوحدها طلعت لي 3500 درهم. خديت كوافوره ب 3500 درهم، ولكن فيها كلشي باك، فيه لي سوان، فيه سميتو المكياج مشطا، المهم كلشي، ضفيرات، مانيكير بيديكير، كلشي، لاسير. المهم نتوما راه عارفين البنات شنو كاين. المهم هذا هو الجواب على السؤال ديال شحال تقام عليا العرس. سؤال اخر بالنسبه للخطبه، الخطبه كانت بوحدها، درت غير 3 طبلات تقاموا عليا كل طبله ب 2500 درهم. هذيك كنت درتها بالتريتور، كل طبله ب 2500 درهم. ما دخلناش في حقه الديسير جبته بوحدي، ما دخلش فيها الديسير. شنو اخر عاوتاني، شنو سولتوني اخر. المهم
نتفكر الاسئله ونعاود نكمل معكم الفيديو. الوغ دخلت عاودت قريت الاسئله اللي كانوا باقيين ليا. بالنسبه لسؤال اخر ما جاوبتش عليه هو الروتين ديال سوان فيزاج اللي كندير. بالنسبه للروتين ما نكذبش عليكم، انا ديما كما قلت لكم باقي ما ديتش على الروتين الجديد ديالي ديال الحياه الجديده ديالي. انني نفيق شويه بكري، نمشي للخدمه، نرجع من الخدمه نرتاح شويه، وعاد لوطوغوت اللي عارفين انها راه دابا كيصلحوا فيها عندنا معاناه. شحال من مره كتكون كتحبس كيقطعوها سورتو بالليل. الا تعطلتي واحد سيغتان طون بالليل كتلقايا قاطعين واحد البلاصه كيصايبوا فيها. ابار ان مني كتكوني جايه مثلا انا بالنهار كنخرج مثلا مع الخمسة، مني كنكون جايه كتوصل واحد البلاصه كيكونوا كيصايبوا فيها كتكون كلها محفره، خصك تمشي بشويه، خصك والدنيا عامره كاميوات وهذه. المهم انا كمبتدئه راه عندي معاناه. المهم الحمد لله على كل حال. شنو اخر بغيت نقول لكم؟ السؤال على بالنسبه للروتين. الروتين هاد الايامات ما نكذبش ما متبعه حتى شي روتين، من غير انني مني كنجي ضروري نمسح وجهي من المكياج. ليكرون ديالي ما نساهاش ملي نكون خارجه، على الاقل كنديرو 2 المرات في النهار. كما قلت لكم كنجي كنغسل وجهي بلو جيل نيتويون. دابا نوريكم لي جيل نيتويون، ندير لكم على لي برودوي اللي عندي اللي كنخدم بهم هاد الايامات وداك الشيء. نغسل وجهي بلو جيل نيتويون. كنحاول ما امكن ملي نكون في الدار ما ندير حتى شي حاجه لوجهي باش يبقى يلا مسكين يتنفس كما كنقولوا. صافي. سؤال اخر عاوتاني قالوا لي كيفاش كتقدري تسالي سوره البقره. شوفوا البنات والدراري، انا غنحاول انني ندير فيديو اخر على سوره البقره، لانه ما شاء الله لقى اقبال من عندكم كبير، وبغيت نيت ندوي معاكم على كيفاش طريقتي وكيفاش كانت وكيفاش حتى قريتها حتى وليت كنقراها كامله. ضروري غتجيكم في الاول صعيبه ضروري، ولكن بالنسبه لواحد قاري راه غتجيه سهله. انا باش نقول لكم غير هو الوقت انك تبركي وتقرايها كامله غتجيك شويه طويله. غير هي خاصك تكابري، كما كنقولوا تزيري راسك، تبركي، ما تنوضيش من ديك البلاصه تقولي حتى نساليها كامله، وان شاء الله غتولفي عليها، غتولي تجيك ساهله معنا. هذا ما كان، ما بغيتش نزيد نطول الفيديو ديال اليوم. كنتمنى نكون ظريفه خفيفه عليكم، كنتمنى اموركم كامله تكون بخير وعلى خير، وانتم كتشوفوا دائما الفيديو ديالي. ما تنساوش الناس اللي جداد غير دقه غير على الزر، ما تنساوش الاشتراك في القناه بالضغط على الاشتراك. غنخلي لكم الشكل ديالو هنايا غيطلع لكم. الا عجبكم الفيديو ديالي ديروا لي لايك، بيان سور عمروني بلي لايك، وخليو لي الكومونتيرات ديالكم الغزالين، وبارطاجيو الفيديو مع حداكم صحابكم عائلتكم. بغيت العائله تزيد تكبر، بغيتكم كاملين تخليو لي كومونتيرات زوينين. يلا مع السلامه، في امان الله.